سلامات فناننا المحبوب المطرب العالمي علي الديك حابب يخوض تجربة التمثيل. والحقيقة كان عنده فقط مشكلة واحدة بس إنه يعني فيما لو أسند إليه دور وكان هذا الدور بيتطلب إنه مثلا يبكي، وما في شيء هيك يخليه يبكي، ما في شيء ببكي. فكيف بده يبكي إذا مثلا في مشهد أو لقطة مفروض إنه يضحك وما في شيء يضحك؟ فكيف بده يضحك؟ هاي فقط هي مشكلته. أنا لقيت له حل مشان نكسبه لأستاذ علي يعني بالدراما السورية ونتمتع بحضوره. فبقترح عليه إنه يا أخي روح توكل على الله وخذ معك مساعد ممثل. هذا المساعد الممثل إنه لما بيكون في مشهد بده يضحك وانت ما في شيء يضحكك فما بتقدر تضحك، فبتجيبه لهالمساعد تحطه بقول له اضحك عني، بيضحك عنك بهي اللقطة اللي فيها ضحك. بيشتغل مين؟ المساعد تبعك. في لقطة بدها زعل بدها بكي، بيجي بيزعل عنك بيبكي عنك، بترجع انت بتكمل دورك عادي. ما مشي الحال مثلا يا اخي بمسك اي واحد من هاللوكيشن، اي ممثل صغير او كبير، بقول له تعال هون اضحك عني هلا بهي اللقطة، بيضحك عنك. ابكي عني بيبكي عنك، زعل عني بيزعل عنك. فما في عندك اي مشكله يا اخي. بعدين بيعملوها بالجرافيك، يعني يتصرفوا بالجرافيك بالذكاء الاصطناعي، يلاقوا المخرجين يدبروا راسهم. المهم ما ننحرم منك يا استاذ علي، ناطرينك على احر من الجمر في الاعمال الدراميه كممثل عبقري وعظيم مثل ما انت مطرب عبقري وعظيم. سلام.